السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كعادتنا طبعا يوم جديد وبداية جديدة، فيلا بينا. النهاردة هنذاكر 10 ساعات. هتقولي هتعملها ازاي يا عم حسام؟ اقول لك انا معرفش، بس هنحاول. وانا ما عملتهاش من ساعة تالتة ثانوي عامة يعني، بس ان شاء الله هحاول، وان شاء الله نقدر نوصل للتارجت بتاعنا النهارده ونذاكر 10 ساعات. فيلا بينا. عدت اول ساعة من التحدي، ويعني بذاكر بتقنية البومودور، يعني بذاكر 45 دقيقة وبريح ربع ساعة، بفصل بقى في ربع ساعة دي بعمل حاجة بتاعي. يعني أول ربع ساعة دي الحمد لله فطرت، ونبدأ بقى نكمل إن شاء الله في العشر ساعات 9 ساعات الباقيين. يعني كانوا 10 بقوا 9. سنين الجهد إن طالت ستطوى، لها أمد وللأمد انقضاء، لنا بالله آمال وسلوى، وعند الله ما خاب الرجاء. إذا اشتدت رياح اليأس فينا، سيعقب ضيق شدتها الراء، فبعد العتمة الظلماء نور، وطول الليل يعقبه ضياء. الساعة دلوقتي خلاص داخلة على 1 اهيت يعني. ذاكرت 4 ساعات من ال6، لسه بقالي من ال10 لسه بقالي 6 ساعات يعني. ونمت حوالي بتاع ساعة ونص كده قبل الظهر، عشان طبعا كنت صاحي من قبل الفجر بقى بشوية حلوين، يعني صاحي من الساعة 3 تقريبا أو الساعة 2:30. فلقيت نفسي خلاص اللي هو فصلت، يعني نمت لي شوية يعني. فدلوقتي هقوم أعمل قهوة وإن شاء الله هحاول بقى أذاكر الساعتين اللي قبل العصر دول بإذن الله. يبقى كده ذاكرنا 6 ساعات بإذن الله يعني إن شاء الله. فيلا بينا. دلوقتي الحمد لله صلينا العصر، وقلت ايه اصور بقى شويه في الزراعه كده، المسجد يعني في الزراعه، فقلت اصور بقى شويه كده في الزراعه وانا ماشي. المهم يا سيدي، دلوقتي انا اقول لك ازاي تقدر تذاكر 10 ساعات في اليوم. مبدئيا استنى ما صوت المكان ده يعدي يا عم. جبت مخرج، اشتريت مخرج معي، تعاقدت مع دلوقتي بقول لك ازاي بقى تذاكر 10 ساعات في اليوم. اول حاجه، هو بصراحه انا جربت روتينات كتير خالص، وافضل روتين فعلا اللي هو اكتشفته اللي هو بتنام بعد العشاء على طول، مثلا من حوالي الساعه مثلا 8 9 كده، وتقوم مثلا في نص الليل على الساعه مثلا 1 على الساعه 2. يعني مثلا انت لما بتنام من 8 ل1 دول 5 ساعات كده في الليل، يعني 5 ساعات في الليل دول بيبقوا اللي هم انت هتقوم فايق بشكل كبير جدا. وبجانب بقى لو انت مثلا بتحب القهوه او حاجه، تشرب كوبايه قهوه خلاص، اللي هو انت مش محتاج حاجه تاني اصلا يعني. وبصراحه الروتين ده جميل من كذا اتجاه من وجهة نظر يعني. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يكره ان هو ينام قبل العشاء، كان دايما ينام بعد العشاء على طول. ليه؟ عشان يقدر يقوم بالليل، يقيم الليل. فانت بكونك بتنام مثلا الساعه 8 او الساعه 9 وتقوم مثلا الساعه 1 الساعه 2، بتقدر تدرك اللي هو الثلث الاخير من الليل. وده اعتقد اللي هو يعني فضل كبير جدا تقدر تحوزه في الوقت ده. ماده بقى معاصلة معاك، مشكلة ما انتش عارف تحلها، حاجة معينة مش عارف تتخلص منها، ذنب معين مش عارف تتخلص منه، تقدر في الوقت ده يعني بمجرد بس رب العزة ينزل السماء الدنيا تنزلا حقيقيا يليق بجماله وجلاله، ويقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من كذا هل من كذا هل من كذا. فانت بس في مجرد ما تقوم بس انت في الوقت ده كده وتقول له: انا يا رب، والله يا رب انا عندي مشكله في الحته الفلانيه عاوز اظبطها. فانت ذات نفسك هتستشعر الاجابه. والله يا رب انا عندي ازمه ماديه مثلا في موضوع معين مش عارف احلها ازاي. خلاص انت وكلت كل الهموم والمشاكل اللي انت بتاعتك للملك جل جلاله، خلاص ما انتش محتاج حاجه تاني يعني. فما تقوليش بقى ماده مثلا مستعصي عليك، لا بالعكس، ده الوقت ده انا بالنسبه لي هو ده افضل فايده، والفايده الاعظم ان انا بنام بعد العشاء على طول، او مثلا بنام على الساعه 8 9 واقوم في نص الليل ان شاء الله. بس يعني بجد الروتين ده جميل قوي بصراحه. ومع ذلك بقى يعني تقدر تشد لك مثلا ساعه مذاكره او ساعتين مذاكره قبل الفجر، تروح تصلي الفجر وترجع تقرا الاذكار بتاعتك، وتشد بقى مثلا من الفجر للظهر دول لوحدهم 5 ساعات اللي هم زي ما بيقولوا كده 5 ساعات على الرايق، والله بجد اللي هم بيبقوا 5 ساعات على الرايق كده. انا النهارده يعني قمت من الساعه 2:30 تقريبا بالليل، قمت 2:30 كده على ما بدات المذاكره، مثلا ذاكرت شويه بتاع ساعه ونص قبل الفجر،
وشديت شويه اللي هم ايه من بعد الفجر لحد مثلا كانت الساعه تيجي 10:30 ولقيت بقى نفس اللي هو خلاص فصلت ومش قادر ايه افتح اذاكر حاجه تاني. في الوقت ده اللي هو ذاكرت حوالي بتاع 3 محاضرات. انت متخيل اللي هو 3 محاضرات واليوم لسه بيبدا، فانت اللي هو حاجه كده اللهم صل على النبي يعني. فتيجي بقى تنام، نمت من الساعه 10:30 الظهر لحد مثلا ايه من الساعه 10:30 الصبح لحد الظهر بتاع ساعه ونص. قمت من الظهر ذاكرت برده من الظهر للعصر ايه اتغديت وذاكرت بتاع ايه ساعه كمان. فانت تخيل 5 ساعات وساعه قبل الفجر دي 6 ودي ساعه بعد الظهر دي 7. وعندك مثلا فيه اللي هو مثلا تقدر تجيب من العصر للمغرب تقدر تجيب لك ساعه ولا ساعه ونص. بس انا طبعا عندنا النور قطع دلوقتي فاللي هو مش بعرف اذاكر من العصر للمغرب بس. وفي من المغرب للعشاء ده برضو ساعه فاهم. بس فبمجرد ان هو وقت ضغط الامتحانات ده وقت فعلا انت بتبقى محتاج فيه كل دقيقه. فانا من وجهه نظري ده افضل روتين وافضل نظام انت تقدر تستغل بيه فتره الامتحانات بعد العشاء على طول. يعني بص النبي صلى الله عليه وسلم دايما علمنا ايه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحسن طريقه تستفاد بيها من يومك، احنا قلنا الكلام ده قبل كده عامه، اللي هو يومك يبقى شبه يوم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو النبي كان دايما يكره ان هو النوم قبل العشاء، يعني حتى احيانا ببقى تعبان جدا والله وحتى بيبقى جاي من امتحان واللي هو عايز انام، بس في مغرب وفي عشاء والاثنين قريبين جدا من بعض فمش هينفع تنام، لان النوم عن الصلاه المكتوبه ده يعتبر كبيره من الكبائر اصلا. يعني ما ينفعش تنام عن صلاه مكتوبه. تقول لي بقى تعبان ولا مش تعبان ولا الجو ده، الناس كانت بتحارب وما بيعملوش الكلام ده. بس فاللي هو ايه بستنى مثلا لما اصلي العشاء واقوم نايم بعد العشاء على طول. تقوم مثلا بقى الساعه 12 الساعه 1 اللي هو انت بتبدا اليوم من اوله بجد. فبيبقى معاك جانب كبير جدا، شويه قبل الفجر حلوين وشويه بعد الفجر اللي هم رايقين. بس فانت لو شديت بس ساعه قبل الفجر وشويه من الفجر للظهر تقدر تنجز فيهم حاجات كتير جدا والله. بس يا سيدي وبالمناسبه في نقطه تانية كنت حابب انبه عليها. يعني كان في مقوله قراتها ربما يكون يعني الروتين ده جديد على حد او مش حدش عارف يشتغل عليه كويس. في مقوله قراتها كانت بتقول لك ايه: عندما تنوي ان تبدا الرحله يظهر الطريق. ربما يكون اي حاجه جديده انت خايف تجربها مش واضحه الملامح بتاعتها بالنسبه لك. مثلا محاضره ما انتش عارف تذاكرها ازاي، مش معاك داتا ليها، مش معاك حاجه، بس اللي هو خلاص طب انا هبدا ادور واشتغل فعلا. فتلاقي مثلا ربنا مثلا والله في مره من المرات كان عندي امتحان سنه ثالثه وانا في ثالثه كليه. كان عندي امتحان ومش عارف اذاكر له ازاي ولا عارف اعمل ايه ولا بتاع ومش عارف اعمل له ايه بصراحه. كانت ماده اسمها فيكس تقريبا والله. فوالله بجد كنت بسمع فيديو كده للشيخ حازم شومان اللي هو عن اسم الله الوكيل. السلسله دي انا كل ما بيجي فيها الحال بدخل اسمعها بجد الله يبارك له عليها والله. يعني حاجه كده اللي هو بتخرجك من حولك انت كده لحول الله وقوته سبحانه وتعالى. فاللي هو يعني بسمعها على طول. وسبحان الله وانا بسمعها في الوقت ده لقيت واحد صاحبي والله بجد بيرن عليا وبيقول لي ابعت لك ورق كورس للماده والريكوردات بتاعتها فادخل اسمع وذاكر. فانت متخيل فكده فسبحان الله والله فعلا والحمد لله ذاكرت فعلا سعاده من الكورس ده وربنا ستر والحمد لله في الامتحان. يعني لان ساعتها الماده الدكتور ما كانش عارف، يعني ما حدش كان فاهم حاجه من شرح الدكتور والماده كانت ملعبكه اصلا. بس فالحمد لله يعني. ففعلا يعني انوي بس ان انت تبدا وهتلاقي ربنا فتح لك سبل الحاجه اللي انت عاوز تدوس فيها دي، سواء بقى مثلا اي حاجه قيس عليها اي حاجه بقى بجانب المذاكره مثلا، يعني مش شرط المذاكره بس. والنقطه الاخيره اللي حابب انبه عليها يعني حته البناء المنهجي. البناء المنهجي اللي مش عارف دي بتبقى عباره عن ايه؟ اكاديميه علم شرعي بتتم الدراسه فيها لمده 4 سنين. الدراسه فيها بتكون على هيئه مستويات. يعني ايه مستوى تمهيدي؟ ده واحنا في سنه اولى، يعني انا دلوقتي لسه في السنه الاولى اصلا في الدفعه الرابعه، بس الدفعه اللي هتفتح دي هي الدفعه الخامسه ويقال ان هي اخر دفعه. وعلى راي الباشمهندس ايمن عبد الرحيم يعني اللي هو معنى الكلام عشان مش متذكر قوي، اللي هو استغل الممكن دلوقتي او المتاح دلوقتي لانه مش هيبقى متاح بعد كده. ففعلا حاجه زي كده ليها اثر كبير، انا لو بقيت اتكلم عنه مش عارف اوصله حقيقي بجد. الله يبارك للدكتور احمد السيد، والله ربنا يحفظه وينفع بالامه كمان وكمان. فبجد يعني الناس اللي هي ايه لسه مش عارفه يعني ايه منهجي، دي بتبقى عباره عن اكاديميه علم شرعي بيتم الدراسه فيها لمده 4 سنين. الدراسه على هيئه مستويات بيتم بقى فيها دراسه كل المستويات بتاع العلم الشرعي يعني بفضل الله. وبجد الدراسه معاهم ممتعه بطريقه مش طبيعيه ومنظمه يعني بطريقه كبيره خالص. ومش بتستهلك منك في اليوم غير مثلا نص ساعه. طب مثلا انا مش متاح معايا نص ساعه بيبقى فيه برضو في فتره استدراك قبل كل امتحان. يعني قبل كل انا من الامتحان المستوى الاول انا كنت يعني تقريبا المستوى ما ذاكرتش منه اي حاجه والله، ولكن كان في حاطين مثلا بيبقى حاطين اسبوع اسبوعين
قبل الامتحان كده، اللي هو مش بيدوا في اي تاسكات خالص، بتبدا ايه تستدرك ما فاتك في الوقت ده. فعلا اللي هو شديت حيلي شويه في الفتره دي فعلا، واجتهدت وقرات الكتب اللي هم كانوا منزلينها، واستمعت المحاضرات اللي هي كانت عليا وكده، والحمد لله دخلت واجتزت الامتحان يعني. فاللي هو حتى كنت بعمل دايما انه بمبدا ما لا يدرك كله لا يترك كله. طب انا يعني انا خلاص اللي هو بس مش هسيب كل حاجه، على الاقل هستفاده من المحاضره اللي اسمعها او الكتاب اللي اقراه، اكيد هيبقى ليه اثر عليا. بس فانت ما تترددش في ان انت تشترك في دوره البناء المنهجي دي، وان شاء الله اول ما تنزل هنزل اللينك بتاعها باذن الله. بس يا سيدي، وان شاء الله يعني في مفاجاه كده هنعلن عنها قريب باذن الله، فخليك قريب لينا بقى وما تنساش تتابعنا يعني ان شاء الله. يلا بينا. ونقطة أخيرة بقى حابب أضيفها بصراحة قبل ما أقفل الفيديو ده، عشان أروح أكمل مذاكرة إن شاء الله، ألا وهي وأنت بتذاكر بقى في الوقت اللي أنت بتذاكر فيه نفسه. طبعا يعني يفضل إن ما تشتتش نفسك، حاول ما تشتتش نفسك على قد ما تقدر. أنا بصراحة ببقى عامل التليفون وضع طيران وببقى في النت خالص. قبل ما ببدأ مذاكرة كده الأول بقف مع نفسي، اللي هو بمسك الدفتر بتاعي، بحدد اللي هو أنا هذاكر إيه، وأحمل المحاضرات اللي أنا هذاكرها، وأحمل البي دي إفات اللي أنا هذاكرها، وأقوم قافل بقى التليفون خالص. طبعا بيبقى فيه اوقات راحه. اوقات الراحه دي يعني يفضل ان هي تبقى بعيد عن التليفون، عشان انت مش هتتوه عن نفسك، انا وانت مش هنتوه عن نفسين. اول ما بنيجي نمسك التليفون بنتوه وبنضيع وقت كتير خالص، وممكن يضيع مننا نص ساعه وساعه والكلام ده. بس فانت زي ما بنقول ان احنا في وقت استدراك كبير خالص، فما ينفعش ان احنا نعمل حاجه زي كده. فبالتالي بنبقى مضطرين ان احنا بقفل النت خالص بصراحه، وبقفل بتاع ده، واقفل السوشيال ميديا علشان اقدر استفاد من الوقت ده كله يعني. بس فحاول ان انت تاني تحاول تطبق نقطه زي كده وتعمل نفس الحركه دي يعني. بصراحه الجو هنا رايق وانا مش عايز اقفل والله بس لو بقى عشان نكمل مذاكره يعني. بس يا سيدي اتفقنا. فيعني اعتقد كده ان شاء الله الفكره وصلت يعني. خلاص، فانت تقفل النت وتشرب قهوتك وما تشتتش نفسك، علشان ان شاء الله يعني ربنا يكرمك. وان شاء الله ما تنساش المقوله اللي بتاعت ايه، دايما يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. مهما كنت مزنوق حاول تلم على قد ما تقدر، ما تسيبش حاجه اللي هو انت خلاص على باب اللجنه اصلا ما فيش وقت اصلا. وافتكر ان دايما ممكن معلومه واحده تقراها تدخل تحلها صح، ومعلومه تفضل تعيد وتزيد فيها وتغلط فيها. اعتقد دي بتحصل معنا كلنا يعني بلا استثناء. وعندما تنوي ان تبدا الرحله يظهر الطريق. السلام عليكم.